سيرتي قدامها. حالته ما بتسمح له يفكر بحدا ابدا، لانه عنده شيء اهم منك بكثير. حبيبتي خليتهم يعترفوا بكل شيء قدامه. ايه ده؟ في ايه؟ انا مش عارف انتوا ايه اللي بيعجبكم في المسلسلات التركي دي. ثم تركي ايه؟ ده بيتكلموا سوري اساسا. كل حاجه فيها حلوه، مناظر وممثلين، حتى قصص الحب اللي فيها حلوه قوي. قصص حب ايه اللي حلو؟ ده انا شفت مره مسلسل البطل بيحب مرات عمه، ده يتعمل لهم محضر مش مسلسل. بس ان جيتي للحق نسوانهم 10 على 10، كلهم حلوين مفيش واحده كسر. طب ما الرجاله كمان حلوه قوي، اشمعنى ليه بتتكلم عن الستات بس؟ وانا مالي ومال الرجاله؟ انا اركز مع الرجاله ليه لا مؤاخذه. طيب وقول لي ايه اخبار ساميه؟ ساميه مين؟ في ايه يا رب؟ في ايه يا حبيبي؟ ساميه اللي انت بتحبها. بس ما تقوليش بحبها، لا بحبها ولا بطيقها. بحب مين؟ تصدقي الميزه الوحيده في الحبس اللي انا فيه ده انها مش هتعرف توصل لي ابدا. يا راجل يا ضلالي، ده انت صورتك انت وهي قد كده على الموبايل بتاعك. ده هي اللي حطاها، الله يخرب بيتك يا ساميه، ده كان يوم اسود يوم ما خدت الموبايل الفقري ده منها. يا قط يا قط، دي طالعه في التلفزيون قاعده بتقول ان انت بتحبها وانك عامل العمله السودا دي عشان تاخد فلوس تتجوزها. طب بذمتك دي منظر واحده اسرع عشان اتجوزها؟ دي ممكن اسرع عشان اقتلها، لكن اتجوزها لا يمكن. ده هي اللي كانت راميه نفسها عليا وهتموت وتتجوزني، وبيني وبينك انا الجواز ده عمره ما كان في دماغي ابدا. لحد ما شفتك يا مفيده وتفكيري كله اتغير. بلاش الكلام ده يا قط عشان بتكسف. بتكسف في ايه يا حبيبي؟ في انت سايق حنطور في الحلم، مالك اهدى. والله يا مفيده زي ما بقول لك كده، انت عارف احنا لو بره دلوقتي انا كان زماني عندكم في البيت بتقدم، والعيال دي لو اكبر شويه كان زمانهم بيشهدوا على عقد جوازنا دلوقتي. قوم يا ابني نام فوق يلا عايز تنام ايه؟ انا بقول لك قوم استحمى، بقول لك قوم نام فوق يلا. مش هتقوم من هنا، انت ماسكها كده اوعى يالا في ايه؟ قوم يا. طب خلاص انا هاخد. يلا تعالى يا حبيبي، تعالى انا رجلي خدلت. تعالى انت كويس؟ قادر تمشي؟ طب ماشي. ده سكران ده ولا ايه؟ في سلم هنا، ايوه. قادر تطلع السلالم؟ يلا يا حبيبي. احلى حاجه ان العيال الصغيره دي بتنام بدري. وطبعا هيناموا بدري وبيصحوا من النجمه. وانت يا قلبي وانت يا املي، قول لي مالك ساكت ليه؟ يخرب بيت ده شنب. اجيب لكم شموع. ما كفايه نورك عليا. يا دي الرخامه والسقاله اللي انت فيها دي، داخل كده من غير لا يحم ولا دستور، مش تخبط قبل ما تخش. هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ كلمني انا، مالكش دعوه بيها. انت بتزعل ياض انت؟ عشان انت ما عندكش دم وما تقولش ياض. ماشي يا عم، ما انت ليك حاجه تتنطط، ما انت خلاص بقالك لازمه. طول عمري ليا لازمه غصب عنك وعن التخين، وبعد كده لما تيجي تبقى تنده من الشباك الاول. ما انتوا مقفلين الشبابيك عشان تاخدوا راحتكم، اخش لك منين؟ من تحت عقب الباب؟ مالكش دعوه قافلين الشبابيك ولا فاتحينها، ولو قافلين الشبابيك تخبط على الباب، وده اخر انذار ليك، وانا ليا كلام تاني مع المعلم مخيول. طب تعالى القائد عايز. لا مش هاجي معاه، هروح مع سامح، بس وانت ماشي قول له ان القائد مستنيني. ماشي يا عم الحلو. بالسلامه يا عم الحادي. ماشي. قول يا مشيت بوظ الليله البجد.